تحياتي. اليوم بدنا نحكي عن موضوع يعني بيلامس، ما رح نقول إلا نصف الشعب بشكل تقريبي. طب رح نقول 40%. تمام. موضوع العساكر، الضباط وصف الضباط، والعساكر طبعا اللي كانوا يخدموا عسكرية، وأجهزة الأمن والشرطة والجمارك وإلى ما هنالك، يلي 3/4 الشعب موظف ضمن هذا السلك. طبعا أنا بدي أحكي بغض النظر عن مين هي الطائفة اللي كانت ماسكة، طبعا القضاء العسكري والمحكمة وهالقصص كلياتها والنفوس بكل مكان موظف فيه سوري شريف، واليوم هو حر. انتو مع عدم صرف الرواتب للعساكر يلي ما تلطخت ايديهم بالدم، واللي كانوا تحت نظام، طبعا هذا النظام هو يلي بيعطي الأوامر، هو الدولة، هو كل شيء بشكل تقريبي. يعني العدد اللي بعرفه أنا 300,000 ضابط وصف ضابط بدون رواتب اليوم، غير الأجهزة الثانية اللي حكيناها، الجمارك والقضاء العسكري وإلى ما هنالك. رح نخص بهذا الموضوع السلك العسكري تحديدا، يلي كان تحت حكم النظام البائد. تمام. اليوم هدول الأعداد بدون رواتب، والمعيشة صارت رح نقول يعني أسهل من قبل. يعني كل شيء متوفر حقيقة، وكل شيء صار أرخص فعلا، هذا الشيء مزبوط. ولكن هدول العساكر، طبعا أنا بين قوسين رح اشملها بكلمة عساكر فقط. ألا يحق لهم أن تصرف الرواتب لعائلاتهم، أو يعني الشخص المتزوج أو الشخص حتى العزابي اللي عم يعيل أهله، إنه يكون عنده راتب من الدولة أو الحكومة الجديدة اليوم، ولا لا؟ بتمنى الجواب يكون إنساني. ليش؟ الفيديو مو دفاعا عن حدا أبدا، ولكن اليوم المجاعة اللي شايفينها قدامنا، كل شيء متوفر ولكن ما في مال. كل شيء متوفر ولكن ما في مال. ايه 3/4 معتمدين على الراتب، ايه 3/4 اتطوعوا كرمال هذا الراتب. تمام. اليوم هن صفيانين بدون يعني ما رح نقول إلا هذا الفتات يلي هو بيسند بشكل أو بآخر، يلي بالأساس كانوا متعودين على القلة وعايشين. طبعا عم أحكي على عساكر وعلى يعني اللي كانوا موجودين ضمن عملهم وعم يشتغلوا عملهم بدون يلي تلطخت ايديهم. هذا الحكي مفروغ منه، انتو وانا من وطلعنا فيديوهات وحكينا، يعني مفروغ منه هذا الموضوع. بتمنى تجاوبوني حقيقة الأمر. نحن اليوم أمام كارثة حقيقية بدها تصير، مجاعة، في حال ما حدا قبض الراتب. رح تقولوا لي سافروا ويشتغلوا شغل تاني ونحن صار معنا هيك. صحيح هذا الكلام، ولكن هذا الشعب فقير، هذا الشعب لا يملك شيء، واللي بيملك منه شيء بيكون شقفة أرض عم يزرع فيها. أكيد أنتم ما بتحبوا الظلم، و... و... وأكيد ما بترضوا فيه، مو بس ما بتحبوه، كلياتنا هيك. هل هو عدل أنه حلينا كل الجيش وكل أجهزة الأمن وكل أجهزة
القضاء العسكري وإلى ما هنالك، وهن بلا رواتب. يعني شيء منطقي برأيكم اليوم لبناء دولة نتعايش فيها كلياتنا مع بعض؟ ما رح أقول خلينا ننسى، اتلطخت إيديه، موجودة لوائح وكل يوم عم يصير يعني عم يمسكوهم وعم ياخدوهم وعم يتحقق معهم، ومعروف مين هن، كتيبة التقارير واللي كانوا يعملوا هالقصص، واللي كانوا يعني موجودين بالجيش، واللي هن يعطوا هي الأوامر، اللي هن هدول اللي بدنا ياهم. كتار منهم سافروا لبرا لأنه معهم مصاري، وضل الفقير يلي كان يعطى أوامر لحتى يصير معه هيك. شغلة تانية هي نحن اليوم مثلا ناطرين أسماء لحتى تجي للفصل. كمان في معنا بالإعلام كمان في ناس، طبعا في ناس كتير بتستاهل إنها ما تكون موجودة ولا تعبت على حالها. أنا ممكن كتير يعني تسأل على أساس نتجاهل المواضيع، ولكن اليوم الواقع، واقع الحال بسوريا ما فيك تتجاهله حقيقة. كلياتنا بشكل أو بآخر عم يمسنا شيء من القرارات، وكمان في قرارات حلوة أكيد. يعني اللي بده يقلي إنه ما في شيء من الإيجابية حكيتيها، لا، في شيء من الإيجابية موجود على أرض الواقع، بكفي التحرر من قيود كانت رح تخنقنا. anyway بتمنى تجاوبوني بصراحة، وبتمنى تجاوبوني بطريقة غير طائفية. بتمنى هذا الشيء كتير، وبتمنى يلي عم يجاوبني، هذا طلب منكم، يكتب لي بعد التعليق عمره قديش، مشان أنا أعرف الناس اللي عم يتابعوني، احترامي للجميع طبعا، من أنو فئة تحديدا، شريحة المجتمع يلي هي شريحة الشباب أو الكبار أو يعني الختايرة، أو حتى الصغار بالعمر، معلش، ولكن بتمنى تكتبوا لي الأعمار. بعدين أنا بكتب لكم عمري، ما أنا مشكلة. تحياتي لكم ومحبتي لكم جميعا.